ابراهيم زكي. اشتغلت شغال بقالي 5 سنين. اشتغلت في الاول كانفراستراكشر انجينير، وبعد كده حبيت اخد الموضوع بالنسبه لي ستيب اعلى شويه. فابتديت ان انا عايز ادور على حد اتعلم منه، وكان الاوبشن الكلام ده من سنه بالظبط. فكان قدامي خيارات كتير. انا ما عنديش خبره كتيره كشغل، فانا هكلمكم من ناحيه بقى النتورك ازاي انا عملتها، وازاي على اي اساس تقدر تاخد خيار ينفعك في حياتك اللي هو الاستثمار في نفسك. فكان في اكتر من اوبشن. الاوبشن الوحيد اللي انا لقيته عقلاني بالنسبه لي قبل ما اعرف النتورك وقبل اعرف المنتور اللي انا اشتركت فيه، كان شخص ذو خبره حقيقيه على ارض الواقع، ان انا اقدر استفيد من خبرته دي. ولازم يعني كان من اهدافي وانا داخل الكورس ده ان انا لازم يكون في ما بيني وما بين الشخص اللي انا رايح اتعلم منه ده علاقه، اللي هي حابب ان هو يكون منتور ليا، صديق ليا، معرفه ليا. دي حاجه مهمه جدا في النتورك، المعارف. انا اخر شغلانه جايه لي عن طريق المعارف. الشغل بتاعي تقريبا كله كان عن طريق المعارف. يمكن 90% من الشغل اللي ممكن يجي لك في حياتك لو انت شخص برودكتيف فعلا هيجي لك عن طريق المعارف بس. السبب ايه؟ الناس دي لما بتعرفك هي اول ناس، اول ما حد بيجي لهم نوتيفيكيشن كده احنا عايزين حد يشتغل، هو مفيش غيره. ليه؟ لان هو عارفك شخصيا، عارف انت، عارف المالتيبلاير بتاعك. يعني اي حاجه تضربها في واحد هتديك واحد، هتضربها في صفر هتدي لك صفر. تخيل بقى لو انت شخص برودكتيف، انت المالتيبلاير بتاعك اعلى من الواحد. يعني انت شخص كده شعلة نشاط، تحط في وسط الناس دي، تخلي الناس دي اوتوماتيك كده كلها تقوم تشتغل، تعمل اللي عليها، تعمل بزياده. هو ده اللي انا وجدته في النتورك. يعني احنا عندنا زي محمود شاهين ما قال لنا، النتورك حرفيا الناس كلها بتحرك بعض. بتلاقي ايفنت محتاجين نعمل الحاجه الفلانيه، بتلاقي ناس كتير بتتطوع، انت اوتوماتيك كده تلاقي نفسك طب ما اشارك مع الناس دي، ما يمكن استفيد منهم، مش شرط ان انا افيد، ما يمكن استفيد منهم. ده وجود اصلا المنتور. اخر حاجه، كنت مع محمود شاهين اول ما نزل مصر، وكنت بحكي له على الشغل اللي انا لسه شغال فيه جديد. فبحكي له ان انا في حاجات كتير واجهتها كمشاكل، وانا كنت شايفها كمشاكل لان انا اتعلمت الحاجه دي من باشمهندس رضوان صح. فعلى اساسها ان انت تتعلم صح حاجه مهمه جدا، لان انت لما تواجهك اي مشكله هتعرف تميز بين الصح من الغلط. لان انت لو ما اتعلمتش صح الحاجه دي هتبقى بالنسبه لك خبره مكتسبه. انت ممكن تاخد الغلط ده وتسلم بيه ان هو ده المفروض الخبره اللي المفروض ان انت تحوز عليها، لكن العكس هو المفروض. انت بتحصن نفسك ان انت تتعلم صح، عشان لما تلاقي الغلط تيجي تقول لا والله الحاجه دي غلط. فلو اصحاب القرار بقى ساعتها، لو انت لسه جديد في الشركه، اصحاب القرار رايهم ادام هم شايفين ان الحاجه غلط يعملوها، فساعتها انت عملت اللي عليك، لان انت شايف ان دي مش حاجه غلط. انا مش حابب اطول عليكم برضه عشان الناس تكمل، زملائي يعني. شكرا جزيلا. شكرا.